أتغلب على الظروف الصعبة ولن أجعلها تتغلب عليها. أي حاجة في الدنيا بتمر على الإنسان ممكن يكون فيه ظرف صعب يمر عليه. بقابل ناس كتير بيقولوا أصل إحنا ما قدرناش نكبر أو نعلى لأن الظروف بتاعتنا كانت صعبة. بقابل ناس علموا وكبروا، ولما بقول لهم عليتوا ازاي وكبرتوا ازاي قالوا لأننا قدرنا نتغلب على الظروف الصعبة. كل إنسان عشان يكبر لازم يكبر من خلال تجربة في الحياة قوية جدا وعظيمة جدا. التجربة العظيمة دي لازم بتيجي من خلال ظرف صعب يمر بيه، أزمة كبيرة يمر بيه. اللي قدر يتغلب على الظرف الصعب، التجربة الصعبة الأليمة، هيكبر. عشان كده في تمثال فرنسا بيتكلم عن قيمة الألم الذي يصيب الإنسان. لا شيء يجعلنا عظماء غير ألم عظيم. في ناس بتاخد من الألم العظيم تجربة تدفعها إلى الأمام وإلى المقدمة. ناس كتير قوي كان ممكن ظروفهم تقضي عليهم. توفيق الحكيم كتب في المقدمة لا شيء يجعلنا عظماء غير ألم عظيم، بيترجم فيه الألم العظيم اللي يصيب بيه واللي خلاه يبقى بعد كده مستقبل الأيام. كمان أمجد إن أنت تكون على نفس النسق في الدنيا تقدر الكلام ده عظيم أوي، قصة جميلة. الكلام ده كل ده هو قالت لي حكمة فكتبت له حكمة. الكلام ده مهم. دايما بقول لنفسي كده لما في حاجة بتحصل، دايما بقول لنفسي هي البحر تنزل لما تنزل وتطلع بنفس المستوى، فلما تنزل أكون اخترت عشان ساعة